شكرا والف شكر لكل حد مش بيحبك، وهو ده الصح بتاع المعادله. اصل هي المعادله كالتالي: انا زائد انت يساوي بوم، احنا الاثنين هنعمل انفجار. على فكره الكلام ده مش بس في العلاقات العاطفيه، ده في الناس اللي في الشغل والناس اللي في السوبر ماركت حتى، اللي هو يعني احنا الاثنين واقفين ورا بعض عند الكاشير كده وتحس ان احنا بنراضي في بعض، بنزق العربيات، في حاجه غلط. ده لانه ده طبيعي جدا، احنا مش موجودين في الدنيا عشان كل الناس تحبنا، بس اصحاب الحظ الوفير بقى اللي الناس اللي ما بتحبهمش، هو ده الصح بتاع المعادله. انا بصراحه في ناس لما بحس ان مفيش بينا كيمياء وان احنا الاثنين علاقتنا ببعض صعب تروح في اي حته، ببقى عايزه اقول له انت بتبذل مجهود ليه عشان تبين لي ان مشاعرك سيئه تجاهي، لانه اصلا ده الصح بتاع المساله. ببقى نفسي اوقفه واقول له كده، يجوز على فكره لو قلت له كده واقتنع نبقى اصحاب بعدها. فالخلاصه كده ان انت ما تزعلش من حد انت وهو كيميتكم مش على ميه واحده، احنا الاثنين افكارنا مش واحده، هزارنا مش واحد، احنا الاثنين معتقداتنا وافكارنا غير بعض، اخلاقنا كمان غير بعض. فطبيعي جدا انه مفيش اي مساحات تخلي فيه كده ويفات رايحه جايه يبقى في بينا كيمياء حلوه. فالمنطقي والنتيجه النهائيه ان احنا لو اتقابلنا في المعمل كده وحققنا معادله انسانيه هنعمل انفجار. فبالتالي شكرا جدا للناس اللي ما ينفعش ابدا نكون معاهم في اي علاقه من اي نوع، وبالتبعيه هم مش بيحبونا، هو ده الصح. فشكرا جدا.